كانت بتحلف ورب ابراهيم. ايوه، هي لما تزعل منه بتقول له ورب ابراهيم. فهو عرف انه اليوم داك زعلانه منه ليه؟ لانه قالت له ورب ابراهيم. فلما تكون كويسه بتقول ورب محمد. فدي الحته كنت دايره اقولها لكم انا، يعني حتى الرسول يعني كان يعني حتى شوف الزعل، شوف زعله ذاته كان كيف، شوف زعله ذاته كيف عليه افضل الصلاه والسلام. كان الزعل زمان كيف، الزعل ذاته والعتاب كيف والإناية. لكن تعال شوف الجنس ده، احنا مالنا جانا شنو؟ كانت بتقول له يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. كانت تقول له رب إبراهيم، يعني ما كانت لما تزعل منه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرفها إنها زعلانة منه. قالت له لا ورب محمد لما تكون راضية عنه. وقال الأسلوب كان بيعبر عن غضبه دون الإساءة إليه. يعني كمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ما أهجر إلا اسمك، يعني صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يعني أدب، يعني الإسلام أدب. حمدي حمدي لا. حبوبك يا حمدي، كيفك؟ مساء الخير عليكم يا اخي، ان شاء الله طيبين كلكم. انت كويس؟ نهاركم سعيد. الحمد لله كله تمام. يديك العافية ابوي، كيفك عامر؟ صحتك؟ والله يا اخي كله تمام، المحتوى كنت تمام، لكن انا عندي بس حاجه بسيطه كده. مم. يعني سؤالي، هل زمن الرسول زي الزمن ده؟ هل الرسول زمان كان في صالات، كان في تباهي في الاعراس، في بازار في الاعراس، في حاجات زي دي، ولا كان زواج بالبركه؟ وكان زمان بالبركة، حتى هنا كان عندنا عرس الكورة. اكيد، لكن حسه وين حتى هنا الليله عندنا البيت عرس لو ما الكورة عمل، كان. الليلة البيت لو ما عملتي ليها السبعة وذمتها وطلعت شو في الميديا ده ما عرس. بقت الزمن ده انت عارف اللي يا بيكون محكم حمدي، فيه. حمدي يا اخوي، آه، انا اقول لك حاجه، نحن عندنا مشكله، نحن ذاتنا كسودانيين، بالضبط. والمشكله دي كلنا داخلين فيها. عندنا المحاكاه، نحن نعم. بنحاكي. زول اشترى عربيه لاند كروزر، البلد كلها دايره تشتري لاند كروزر. زول عرس بالطريقه دي، البلد كلها دايره العرس بالطريقه دي. عندنا المحاكاه، بنحاكي 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 بنحاكي. يعني نحن ما بنقول شنو انه نحن نمد رجلنا على حسب اللحاف بتاعنا، لا نحن دايرين نحاكي. دوبار يعني. ايوه دايرين نحاكي ودايرين نتبوبر ودايرين انه ده وده 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 ونحن احسن من ده وده احسن مننا وكده. فهمت كلامي؟ فعشان كده دايما نحن المحاكاه بتاعتنا دي المخليانا نحن دايما في الزواج وفي الحاجات زي دي. بس ما في موضوع الطلاقات، ها، في الطلاقات غير يعني الطلاقات، اكثر الطلاقات غير الطلاقات. يعني المادة، كميه من الشباب ما دايرين في سترة. يعرسوا، كميه من الشباب دايرين اي يعرسوا. نعم. وحتى الراجل ذاته لما نيجي يعرس له مره بيجي عشان خوفه وعشان البوبار، وعشان كده كثير من الرجال بيكون غرقان له هنا ديون. بشهر العسل الاسبوع الاول يلا تعال شوف ناس الديون بيدوروا تليفونات كيف. بالضبط. قروشي دافع، قروش الصاله دافع، تلقاه قروش شنو كده ما عارفه. دي كلها الناس مطالبات. ليه انا اشبح كده؟ ما انا مدري لي قدر لحافي، انا ليه اشبح؟ الله يفتح عليك. ده عشان كده لما الموضوع. اي راجل داير يعرس ما تتدين، ما تتدين. انت ما قادر العرس ده ما تتدين، ما قادر المره الماشيلة دي ما تتدين المره ذاتها. عشان كده انا قبل بقول لكم اختاروا اختاروا اختاروا. الاختيار اللي عندك المره الدايره بنت الحلال دي، وانت ود الحلال ده وعز جلال الله بتكون دايرك باي شيء. اهل ذاتهم بيكونوا اولاد حلال. يا زول خير البر عاجله، اعقدوا الف مبروك. طيب سوق مرتك دي مش بتحترمها، بتاكلها كويس، بتسترها في راسنا ده قدر البيت. طيب في نوع برضه يعني ده بيكون يعني العروس عارف العريس ده ما ادري له قدر اللحاف وعارف ميزانيته كم، وهي راضيه بالحاجه دي، لكن بتكون في تدخلات في الخصوصيه بين الرجل والمراه من ناحيه الاسره ومن ناحيه الصحبات. لا مفترض يعمل لك، شوف، مفترض يسوي لك. اول من البدايه، اول خطا واخطر خطا من بدايه الزواج ادخل صحباتي واخوة والاهل
لها لما الاخوات والام والاسره دي كلها ادخله في حياتي الزوجيه مع راجلي، ده اكبر مشكله. اي مره دخلت صحباتها دخلت اهلها تقنع من حياتها الزوجيه لقدام، لانها حتكون هي دلدول بيمشوها صحباتها وبيمشوها اهلها. انت بقيتي حقت الراجل بعد انت شمطه اليد بتحت الراجل. لو انت عايز السكره من هو جد بيمشي بك اي مكان، هو اللي بيغرر وهو اللي بيقول لك يمين شمال شرق غريب. اهلك تاني ما عندهم كلمه، ما عندهم كلمه. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام جاته المره قامت قالت له يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، قالت لي انا ابوي عيان، قالوا لي تعالي البيت شوفي ابوك، قال لا ما تطلعي الا باذن زوجك لحد ما يجي زوجك. تاني جاته قالت لي ابوي تعبان، قال لا ما تطلعي لحد ما زوجك يرجع. تاني قالت لي ابوي تعب شديد، قال لا ما تطلعي لحد ما يجي زوجك باذنه. جاته تبكي قالت لي يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، قالت له انا ابوي اتوفى، قال لا بطحتك لزوجك دخلت الجنه، دخلت ابوك الجنه. الله اكبر.